السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض، مش هقدر أقول تورتة لأن هي مش تورتة، هي كيكة واحنا مزوقينها زواق خفيف كده ظريف لطيف كده علشان تبقى شكلها حلو ونفرح الأولاد بيها. بس هي كان طعمها حلو جدا لأن التركاية اللي أنا عملتها في الفراولة بتخلي طعم الكيكة تقلب فراولة خالص، يعني مش هتبقى كيكة عادية، هتبقى كيكة فراولة حلوة جميلة وطعمها حلو وظريفة ولطيفة كده. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. ورقة وقلم بقى واكتبي ورايا كده المقادير. أول حاجة هتكون عندك 3 كوبايات من الدقيق المنخولين، 3 بيضات، كوباية من اللبن وكوباية من السكر وكوباية من الزيت، وعندي هنا باكو بيكنج باودر وعندي ذرة من الملح. تمام كده. أول حاجة هنجيب الدقيق وهننزل بالبيكنج باودر وهننزل بذرة الملح ونقلبهم كويس مع بعض. وبعد ما نقلبهم كويس هنشيلهم على جنب. وبعد كده هاجي عند الخطوه اللي انا بحبها، اللي هي بصي بتنجز معايا جدا، اللي هو الخلاط. تمام كده. انت ممكن تستعملي مضرب البيض العادي اللي هو المضرب الكهربائي، بس انا في الخلاط بينجز معايا كتير وبتبقى سهله جدا كمان. هنزل في الخلاط بالسكر، ومعايا عندي هنا ورق مجفف بتاع برتقان. انا بحب انشفه عندي في البيت واسيبه، ممكن استعمله مع الكبسه، استعمله مع الشوربه، استعمله في الكيكات زي ما انتم شايفين. وهضرب بقى في الخلاط السكر كده مع البرتقان او قشر البرتقان المجفف، وبعد كده لغاية لما يبقى زي السكر البودر بالظبط. بعد كده هننزل عليه بالزيت، واقفل الغطا بس في الاول كده، وهبتدي اضرب. وطبعا اكون سايبه الفتحه بتاعه الخلاط من فوق مفتوحه. تمام كده. تمام. هنزل بالثلاث بيضات، وطبعا ادام في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا، فهنزل بنص معلقه من الفانيليا. تمام كده. تمام. طبعا انتي بتقولي ليه بتسيبي الفتحه بتاعه الخلاط من فوق مفتوحه؟ هقولك عشان تدخل هواء مع الخليط اللي انا عاملاه، فتبقى الكيكه بتاعتك هشه وجميله. هبتدي هضرب لغايه لما تبقى قوامها زي الكريمه شويه، وبعد كده هنزل عليها باللبن. تمام كده. تمام. هقفل بس الغطا كده وهضرب واسيب الغطا مفتوح. تمام كده. يعني انا كنت مشغلاه، مش شايله الغطا ومش مشغله، لا انا كنت مشغلاه عادي. بعد كده نزلت باللبن، وبعد كده هنجيب الخليط الجميل بتاعنا ده وهننزل على الدقيق على طول مره واحده كده. واحلى حاجه في المعلقه دي ان هي بتجيب كل حاجه في الخلاط، ما بتسيبش حاجه. اللي هي المعلقه اللي هي المطاطه شويه دي. هبتدي اقلب الخليط اللي عندي نص دايره واقطعها من نص دايره، نص دايره واقطعها من نص لغايه لما اوصل للشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. تمام كده. هو ده القوام المظبوط بتاع الكيكه. تمام كده. تمام. بعد كده انا هاخد نص الكميه في طبق تاني زي ما انتوا شايفين كده. انتوا ممكن تخلوها لونها بني، ممكن تخلوها لونها اخضر احمر، اللي انتوا عايزينه. طبعا ده كله متوفر عندنا في اي سوبر ماركت، هتلاقي الوان اللي هي الطعام الطبيعيه الصحيه. انا جايبه لون احمر، وهو كان حبه صغيرين فاضلين عندي فقلت احطهم وهشوف اللون هيطلع ايه. الحمد لله طلع اللون اللي انا عايزاه. تمام كده. تمام. اللي هو لون البنك. تمام كده. هقلبه كويس، وبعد كده اكون محضره صينيه مبدراها طبعا بالدقيق، يعني تحطي شويه زيت كده وتفرديهم وتنزلي عليهم بالدقيق، وتبدريها كويس من كل حته عشان الكيكه بتاعتك ما تلزقش منك. هتنزلي باللون الابيض الاول زي ما انتم شايفين كده، وهتسيبي لغايه ما تتفرد في الصينيه، وبعد كده هنزل باللون الاحمر فوقيها على طول. تمام كده. مش هعمل اي افتكاسات ولا هحط دي في كيسه ودي في كيسه وهحط حبه وحبه، لا، احط الاتنين فوق بعض، وهبتدي باي خله كده او بالسكينه وتبتدي تقلبي فيها يمين شمال فوق تحت. يعني بصي بهدليها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تمام. انا مش عايزه حاجه تكون مرتبه قوي، انا بعمل الشكل بس مش اكتر اهو. وطبعا احطها في فرن درجه حرارته 180 لمده نص ساعه. ما تفتحيش عليها الفرن ابدا عشان ما تهبطش منك، وعشان تعرفي اذا كانت استوت ولا لا هتحطي الخله او هتحطي السكينه وطلعت نظيفه من النص يبقى زي الفل. التركايه بقى اللي بقول لكم عليها ان انت تجيبي فراوله تقطعيها صغير خالص، تحطي عليها 4 معالق من السكر ونص كوبايه من الميه، وتحطيها في التلاجة من قبلها بيوم. هتخلي طعم الكيكه تروح في حته تانية خالص. شايفين الكيكه اهي زي ما انتم شايفين طالعه حلوه وهشه وجميله. هنبتدي بقى دلوقتي نسقيها بالشربات بتاع الفراوله، هو ده اللي هيقلب الكيكه بتاعتنا بطعم الفراوله. تمام كده. تمام. انا لو حطيت طعم بقى من بره عشان يخليها طعمها فراوله ولا اي حاجه، هو ده كافي جدا ان هيخلي طعمها حلو. هنزل بالشربات، اغرقها كده بالشربات بتاعنا عشان تبقى طريه وطعمها حلو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده اكون محضره كريم شانتيه وافردها على الكيكه زي ما انتوا شايفين.
احنا بنبصوا مش هنعمل حاجة مرتبة قوي، احنا بنعمل حاجة شكلها ظريف لطيف كده خفيف. بنغير شكل الكيكة عشان الاولاد يبقوا مبسوطين. دلوقتي بقى بعد كده هننزل بالفراولة نفسها اللي احنا مقطعينها من غير الشربات بتاعها. هنبتدي بقى ان احنا نملي الكيكة من جوه بالفراولة. صدقوني الطعم بيبقى رهيب، ما تخافيش مش هتبقى مزة ولا حاجة، لان الفراولة لما باتت في الميه والسكر فطبعا بقى طعمها مسكر وطعمها بقى جميل جدا. دلوقتي بقى بعد ما هنخلص هنحط النص التاني برضو، هنبتدي ان احنا برضو نسقيها بنفس اللي احنا عملناه من تحت، نسقيه وبعد كده هنحط الكريم شانتيه وبعد كده هنحط الفراوله. طبعا بقى لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا وعجبكم الفيديو، يا ريت بقى متنسونيش في لايك حلو كده وكومنت عسل زيكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. بعد كده خلاص اهو هبتدي ان انا اوزع الفراولة من فوق اهو، وبس كده خلصت وبقت شكلها لذيذ ظريف لطيف. بصوا بقى انا طبعا عشان اكسر اللون شويه فجبت كام ورقه من الريحان عندي زرعاه فقلت اكتر اللون بيه شويه. شكلها كان حلو، طعمها كان جميل جدا جدا، وكانت الكيكه نفسها طعمها زي الفراوله بالظبط، فكانت حلوه حلاوه مش عايزه اقول لكم. برضو مش هوصيكوا بلايك وتعليق واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتي، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله، مع السلامه.